شفتوا مسلسل حكاية نرجس؟ قبل ما تنتقدوا العمل الفني أو تحكموا على البطلة أو تتعاطفوا معاها، خلوني أحكي لكم حاجة حصلت لي وأنا صغيرة. أنا كنت على بعد لحظة واحدة بس إن يبقى خبر في صفحة الحوادث. أمي كانت تعبانة وشايلة أختي الصغيرة ومسكاني في إيد تانية بالعافية، وفجأة ظهرت لها الست الطيبة اللي معاها ولادها وقالت لها هاتي الكبيرة معايا على ما تخلصي الصغيرة. لحظة عادية صح؟ الحقيقة لأ، ما كانتش عادية خالص، لأني فجأة مسكت في ايد ماما بهستيريا وفضلت أعيط. صرخ الطفل شاف حاجة الكبار ما شافوهاش. بعد فترة أمي شافت صورة الست دي في الجورنال، وطلعت كانت بتخطف أطفال، وقالت لي بعد كده بعديها بسنين إن أنا كنت هتخطف. ساعتها فهمت حاجة مرعبة، أحيانا بنكون عرضة للخطر مش بسبب ضعفنا، لكن لأن المجرم بيعرف يستغل ثقتنا. بس السؤال الأهم، ليه بنصدقه؟ وإزاي المجرم بيقدر يخدعنا بالسهولة دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المميزين، أهلا بيكم في روك نوليدج. لو مهتمين بالمحتوى اللي بنقدمه اعملوا لايك وسابسكرايب، ويلا نفهم اللي ورا الستارة. في ناس بتهاجم أي عمل زي حكاية نرجس وبتقول انتوا بتتعاطفوا مع مجرم. بس خليني أسألكوا سؤال مباشر الأول، هل فهم دوافع المجرم يساوي تبرير أفعاله؟ الإجابة أكيد لأ. الفهم هنا مش علشان نطبطب على المجرم، الفهم هنا علشان ننقذ الضحية، لأن اللي بيحصل جوه دماغ الضحية أخطر بكتير من الجريمة نفسها. عقل الضحية، عمرك اتحطيت في موقف ورجعت تعيده في دماغك 1000 مرة، وكل مرة تقول أصل لو كنت عملت كذا، أصل لو كنت قلت كذا؟ ده مش ضعف، ده شغل عقل. العقل ببساطة ما بيستحملش الأسئلة المفتوحة. في علم النفس ده قريب من فكرة إغلاق الدوائر المعرفية. فبيعمل إيه؟ يقعد يلف ويدور لحد ما يلاقي أي إجابة حتى لو كانت غلط. وهنا الكارثة، الضحية تبدأ تقول لنفسها أنا السبب، أنا اللي غلطت، وده اللي بنسميه لوم الضحية. العقل هنا بيشتغل زي الخلاط، يرمي احتمالات، سيناريوهات، جلد ذات، ويفضل يضربهم مع بعض لحد ما يطلع لك شعور واحد، الذنب، حتى لو انت مالكش اي ذنب في اللي حصل. البعبع الحقيقي، ليه بنفهم المجرم؟ علشان نحجمه. في بعض أنظمة العدالة في الدول المتقدمة بيخلوا الضحية تواجه المجرم، مش علشان التسامح لكن علشان تشوف الحقيقة. لأن طول ما انت مش فاهم، المجرم بيبقى في دماغك بعبع كبير ومرعب وخارق، لكن أول ما تفهم يتحول لحاجة تانية خالص، زي خيال على الحيطة في الضلمة تشوفه وحش وضخم، لكن أول ما تشغل النور تكتشف انه شماعة ومتعلق عليها قميص. المعرفة هي النور، وهي الحاجة الوحيدة اللي بتسحب من المجرم أهم سلاح، وهو الغموض. الفقد الغامض، أصعب وجع في الدنيا مش الفقد، أصعب وجع هو إنك ما تفهمش، وده اللي بيتسمى الفقد الغامض. جرح ملوش نهاية واضحة ولا تفسير ولا إجابة، فتفضل متعلق، لا عارف تنسى ولا عارف تكمل. وهنا بيجي دور الفهم، لما تعرف ليه بتوصل لحقيقة مهمة جدا. اللي حصل كان بسبب المجرم ونقص فيه، والجملة دي تحديدا لازم تتحفر، انت ما كنتش السبب، انت كنت ضحية. الخلاصة، الحقيقة مؤلمة لكن أرحم بكتير من الخيال المفتوح، لأن الخيال ملوش سقف، لكن الحقيقة ليها نهاية تقدر تبدأ بعدها من جديد. العقاب بيعالج المجتمع، لكن فهم دوافع المجرم بيعالج الإنسان، بيعالج الضحية. المعرفة مش رفاهية، المعرفة علاج. وقولولي بقى،
ايه الحقيقة الصعبة اللي انتوا عرفتوها بس لما عرفتوها اتحررتوا؟ مستنية تعليقاتكم يا أصدقائي المميزين، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان تكونوا جزء من مجتمع روكنولوجي المتحمس للمعرفة، واستنوني في الحلقة الجاية. مع السلامة.